الاسباني بحكم ان اليوم رودري يلعب في قلب الدفاع بجوار إيميليك لابورت، وفي الجهات اليمنى يتواجد ماركوس يورنتي لاعب اتلتيكو مدريد، اليوم لاعب خط الوسط يلعب في مركز الظهير، وفي الجهات اليسرى يبدا اساسيا جوردي ألبا، وخلف كل هؤلاء حارس مرمى اتلتيك بلباو اوناي سيمون، وامامهم كل من ثلاثي خط وسط برشلونة بوسكيتس وجافي وبيدري، وفي المقدمة داني اولمو وفيران توريس وماركوس الونسو. حضور جماهيري كبير جدا وحضور مغربية او حضور جماهير المغرب بشكل رائع جدا من خلال مباراة اليوم وفي مدرجات ملعب المدينة التعليمية هنا في هذا اللقاء. الملعب الذي يتسع ل 44,000 متفرج. اسبانيا بثلاثة اهداف مقابل هدفين، وتأهلت اسبانيا الى نهائيات كاس العالم على حساب المنتخب المغربي. والمباراة الثالثة ما بين المنتخبين كانت في كاس العالم الماضية التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لهدفين. خالد بوطيب تقدم، إسكو تعادل. العالم 4 مرات لم تتجاوز هذا الدور الا مرة واحدة، واليوم تواجه المنتخب المغربي من خلال رحلة البحث عن مقعد في الدور القادم. حاول هنا السقوط في ارضية الملعب، ثم بعد ذلك سفيان بوفال يتقدم، والتدخل ياتي يبدو من جافي. نعم التدخل من جافي، وقرار بوجود خطأ لمصلحة المنتخب المغربي. هل يسدد أشرف حكيمي من هذا المكان أم أن هنالك اللاعب المتألق دائما حكيم زياش؟ ما بين حكيمي وحكيم نطلب التأني، نطلب الانتظار، نطلب العقلانية، نطلب الحكمة، والحكمة ما بين حكيمي وحكيم، الحكمة ما بين حكيمي وحكيم. من يسدد الكرة والمحاولات القادمة؟ أفضل بأن تكون بالقدم اليمنى لأشرف حكيمي، أفضل أن تكون بالقدم اليمنى لأشرف حكيمي من أجل ابتعاد الكرة عن مرمى الحارسي عن أوناي سيمون والاقتراب من المرمى. خطأ عن طريق أشرف ولا عن طريق حكيم؟ أشرف ولا حكيم؟ حكيمي لعبوه. أشرف حكيمي يسدد بالقدم اليمنى، لكن كرة تعالت العارضة وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، ووصلت إلى ركلة مرمى. المنتخب الإسباني خسر في مرة واحدة أمام المنتخبات الأفريقية عندما سجل في ذلك اللقاء. أسرع ياسين، أسرع يا ياسين. أنا أتمنى لا يتم يعني التعامل برعونة مع الكرات هذه داخل منطقة الجزاء، بحكم أن الخطأ في هذا المكان مكلف جدا. شوف الكرة والمحاولات الماضية، التغطية كانت حاضرة بشكل مباشر جدا من اللاعب والمهاجم ماركو أسينسيو. الانتصار الوحيد للمنتخبات الأفريقية على المنتخب الإسباني كان ذلك في عام 98 في كأس العالم بفرنسا عام 1998 عندما فازت نيجيريا على المنتخب الإسباني ب3 أهداف مقابل هدفين. أتذكر ذلك اللقاء جيد، أدوار متقدمة من تلك البطولة. على لاروخا، كرة بمحاولة الآن في الجهة اليسرى تأتي عن طريق نصير مزراوي داخل منطقة الجزاء، لكن عند حارس المرمى أوناي سيمون سيطر على كورتا بالشكل المطلوب، وحظا على كورتا كما ينبغي. هذه اللقطة والمحاولة والكرة الرأسية الماضية بعد ذلك أو لم تصل رأسية على يوسف نصيري، وصلت وما بين سليم أملاح. كرة فيها مرور من سفيان بوفال، بحث عن تغيير اتجاه الكرة، لكن أيضا إيميليك لابورت في التوقيت المناسب، ثم بعد ذلك رأسية من نايف كيرد، وبعد ذلك يأتي قرار حكم المباراة باحتساب الخطأ لمصلحة المنتخب المغربي ولمصلحة اللاعب سفيان مرابط. 26 سنة للمرابط، لاعب فريق فيورنتينا في الكالتشو، يسقط في أرضية الميدان. جديد تصل إلى سفيان، يبحث عن التقدم والمرور. عندنا 2 سفيان في أرضية الملعب، أحدهم مرابط وآخر بوفال. هذا يا سلام بوفال، عرضية داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة، وصلت إلى حكيم زياش يبحث عن التقدم والمرور، يبحث عن عرضية، يلعب الكرة العرضية لكن أيضا تصطدم وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، شوف المرور
وصل الى مدريد وانطلق بوفال باتجاه المرمى. الافريقي الاول الذي يصل الى الدور الثاني عام 86، والمنتخب العربي والافريقي او العربي الوحيد الان الذي يتأهل للدور الثاني في نسختين مختلفتين في عام 86. نستذكر ذلك التاريخ جيدا، نعم نستذكر ذلك التاريخ جيدا عندما تعادلت المغرب مع بولندا ظهور في الادوار الاقصائيه في دور ال16 بعد المرة الأولى. نتمنى بأن تكون النتيجة أفضل. كرة بمحاولة خطيرة خطيرة خطيرة. أوه. لا 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 لا. راية موجودة، راية موجودة، راية موجودة والتسلل، لكن محاولة خطيرة جدا. وأعود وأكرر وأقول فلنحذر من مثل هذه الأخطاء، فلنحذر من مثل هذه الأخطاء خطيرة جدا. لكن ايضا راية موجودة والتسلل موجود، التسلل موجود على اللاعب فيران توريس. وحيدا في المباريات الثلاث الاولى كان في مواجهة منتخب كندا، وكان الهدف عن طريق نايف اكيرد بالخطأ في شباك منتخب بلاده. وبالمناسبة هدفين فقط، كرة بمحاولة خطيرة لمصلحة المنتخب الاسباني نايف اكيرد بالخطأ في شباك منتخب بلاده. وبالمناسبة هدفين فقط، كرة بمحاولة خطيرة لمصلحة المنتخب الاسباني وتسديدة من ماركو اسينسيو، لكن الى خارج ارضية الملعب، الى خارج ارضية الملعب. كرة تصل الى ان تكون حاضرة بركلة مرمى. هذه الكرة والمحاولة من ماركو اسينسيو، تمريرة مثالية جدا وصلت الى اسينسيو، تسديدة بالقدم اليمنى لكن في الشباك الجانبي. هذه المحاولة وهنا التسديدة والكرة بعد ذلك الى ركلة مرمى. 4 في الدور ربع النهائي، مباراتين في الدور نصف النهائي، مباراة نهائي وقبلها ثالث ورابع. هذه المباريات المتبقية بعد نهاية مباريات اليوم. يمضي قطار كأس العالم مسرعا مسرعا حقيقة، الذي انتظرناه منذ سنوات وسنوات، منذ عام 2010، اللحظة التي أعلن فيها فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم العام، وبعدت في التوقيت المناسب. وصلت الى فيران توريس، تخلصت، عودت لمصلحة المنتخب المغربي، تسديده حلوة من نصير، حلوة من نصير. مزراوي بالقدم اليسرى، لكن اوناي سيمون، اوناي سيمون على دفعتين، على دفعتين يتصدى لمحاولة وتسديدة نصير مزراوي ويبقي الامور ثمن النهائي هنا في بطولة كأس العالم. كرة بمحاولة الآن، سقوط في أرضية الميدان. حكم المباراة يعلن عن وجود خطأ لمصلحة المنتخب المغربي. الخطأ يبدو على جابي، نعم خطأ على جابي. هذه الكرة هنا التدخل من جابي على سفيان بوفال الذي سقط في أرضية الميدان، والقرار جاء من فرناندو راباليني باعتبار وجود الخطأ. ل 11 سنة يلعب اليوم مباراة دولية رقم 17، يلعب مباراة دولية رقم 17، يتواجد في بطولة كأس العالم. بجواره يلعب بيدري 20 سنة. بيدري لعب اليورو الماضي ويلعب اليوم نهائيات كأس العالم، يلعب نهائيات 18 سنة ويلعب أساسي في منتخب اسبانيا في كأس العالم، في كأس العالم وليس في اي بطولة اخرى. كرة بمحاولة ملعوبة الان، لكن تغطية عادت من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة عرضية خطيرة، لا زالت مستمرة. وصلت الى سفيان 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 سفيان. اوه لا 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 لا، يا الله يا الله على كرة في غاية الروعة، في غاية الروعة. شوف البداية جميلة جدا، ومن ثم بعد ذلك الكرة العرضية مرت من امام الجميع ووصلت الى سفيان بوفال، وبوفال يا الله يا الله يلعبها، لكن راسية من يايف اكيرد. يا نصير عرضية، يا نصير راسية يا يوسف، راسية يا يوسف، راسية. ضاعت 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 ضاعت. عاد دقيقة واحدة فقط ستضاف كوقت بدل ضايع، ومع الكرة تعلن او يعلن حكم المباراة راباليني نهاية تحت شوط المباراة الاول بتعادل سلبي بين المنتخبين. نلتقي بحول الله مع بداية الشوط الثاني.
بالصوت والصورة. الآن أعود للزميل راشد المهمدي وضيوفي في الميدان. راشد تفضل. الفريق الإسباني والشيخ عمل الفريق المغربي دخل بتشكيلة. شكرا بلال. يونس، توقعاتك الشوط الثاني؟ من يتأهل؟ من يفوز هذه المباراة؟ مباراة صعبة عبد الله. أعتقد المنتخب المغربي محتاج تعزيز من وسط الملعب. توقع المباراة؟ أتوقع تعادل سلبي يستمر. تعادل سلبي. كابتن حسام؟ التعادل يستمر، يلعبوا وقت اضافي. تعادل. سامي الطرابلسي تعادل ايضا. المعلم؟ تعادل، هيلعبوا وقت اضافي. بقول لحضرتك اللي هو هيبقى عنده اللياقه البدنيه العاليه ولا هيفوز بالمباراه بعد الوقت الاضافي. ان شاء الله يستغلوا العيوب. انريكي وجود الظهير اليمين كارفخال برا غلط، وجود ايضا اسينسيو راس حربه غلط. نعم. طيب، اذا الى استاد المدينه التعليميه مع خليل البلوشي على اكسترا 1، ايضا هيكل الصغير على اكسترا 3، وبالتوفيق باذن الله لمنتخبنا منتخب المغرب في الشوط الثاني الى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين ومتابعينا اينما كنتم، مرحبا بكم مع بدايه احداث شوط المباراه الثاني من مواجهه منتخب المغرب مع المنتخب الاسباني هنا في الدور ثمن النهائي. نتكلم عن المهنيه تاتي باعطاء كل ذي حق حقه، لكن قلوبنا، عواطفنا، انظارنا، كلامنا، نياتنا بكل تاكيد بتاهل المنتخب المغربي الى الدور القادم وتسجيل المغرب وعدم تسجيل اسبانيا. نعم، هكذا هي الامنيات والتي ادت الى ان هذا الرجل يعني يقدم استقالته من تدريب المنتخب الاسباني. الاشياء المتعلقه بمرض ابنته، لكن بعد ذلك يعود الان بعد وفاتها وبعد ان علم تماما بان هذه هي سنه الحياه وكلنا مغادرون ولا يبقى احد من مره ضده. هنا الكره والمحاوله عن طريق من؟ داني اولمو. تسديده تاتي لكن ياسين بونو في التوقيت المناسب يبعد الكره والمحاولات الماضيه. ياسين بونو، هذه الكره والمحاوله كانت عن طريق لاعبي لايبزيج الوحيد اللي موجود حاليا في تشكيله المنتخب الاسباني يلعب خارج يتدخل في التوقيت المناسب يبعد الكره والمحاولات الماضيه. وصلت الى سفيان، هذه فيها تسلل. نعم بس الفنصيري متسللا، الرجل الذي سجل في شباك منتخب اسبانيا في المباراة التي جمعت ما بين المنتخبين في نهائيات كأس العالم. المنتخب المغربي وصلت الى سفيان مرابط، وصلت الى عن طريق حكيم زياش ينطلق في الجهات اليمنى، يلعب الكرة عن طريق من؟ لا عز الدين أوناحي يلعب كرة اصطدمت تحولت الى خارج ارضية ملعب. جوردي ألبا ساقطا في ارضية الميدان، ولويس انريكي يستعد لاجراء اول تبديلاته، جافي يترك ارضية الميدان واسينسيو ايضا يترك ارضية الميدان في تشكيلة منتخب اسبانيا. الفارو موراتا واللاعب كارلوس سولير المغربي هو الحاضر امامنا الان، والحديث عن اللاعب الزلزولي، لاعب الزلزولي. يخرج سفيان بوفال بمحاولة ملعوبة الآن خطيرة، وصلت إلى الفارو موراتا. يا سلام هذه الكرة وهذه المحاولة وهذه اللقطة يعني الوضعية نتمنى بأن لا تستمر. حكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعب، لا وجود للخطأ. كرة تعود إلى بيدري يلعبها في الجهة اليمنى، اشترف حكيمي، سلامات خطيرة موجودة وخطأ وبطاقة صفراء. نعم، بطاقة صفراء تظهر على إيميليك لابورت، البطاقة الصفراء. لا أعلم إذا ما كانت الأولى في هذه المواجهة. هذا التدخل من لابورت على حكيمي، وصلت إلى جوردي ألبا عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب، وبعد ذلك إلى ركلة مرمى بعد تسديدة من أولمو. هذه الكرة العرضية الماضية أيضا بهدفين على المنتخب الكندي، كرة عرضية خطيرة جدا لكن أبعدت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة أو رمية تماس. هذا نيكو ويليامز
20 سنة. ضد يا موروكو، أمامية خطيرة ملعوبة، مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى رمية تماس. رمية تماس، هذه الكرة شوف التمريرة من نيكو ويليامز، وصلت بعد ذلك إلى الفارو موراتا، وموراتا لعبها عرضية تحولت إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس للمنتخب. 3 تبديلات أمل لاعب، ويوسف نصيري ونصير مزراوي يتركون أرضية الملعب. شديرة والصبيري واللاعب عطية الله هم من يدخلون إلى أرضية الملعب. نايف لاعب فريق ويست هام في البريمير ليج يترك أرضية الملعب مصابا ويبدو حزينا جدا. أكيرد يترك أرضية الميدان، والبديل هو اللاعب رقم 18 جواد اليامر. محاولة تصل إلى حكيم زياش، عادت من جديد انطلاقة في الجهات اليمنى من أشرف حكيمي، عرضية من أشرف داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة خطيرة. وليد شديرة ماذا لو هياها للخلف هذه الكرة، وهذه المحاولة للخلف يا شديرة، للخلف يا شديرة. عادت من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة لمصلحة المنتخب المغربي. حلوة وصلت في الجهة اليمنى، أوناحي مر يا أوناحي، مر يا أوناحي، طالت على عز الدين، هذه الكرة والمحاولة جميلة ما بين أوناحي وما بين أشرف حكيمي، طالت على أوناحي، وصلت إلى خارج أرضية الميدان. تعود المحاولة من جديد، مرتدة لمصلحة المنتخب الإسباني، خطيرة من الفارو موراتا. واحد على أولمو، واحد على أولمو، راية وتسلل يبدو على الفارو موراتا. الحديث ما بين ياسين بونو وسفيان مرابط. هذه الكرة والمحاولة هي للأمانة لا وجود فيها للتسلل إلا إذا كان من هذه الكرة. 5 دقائق ستضاف على أحداث إشعاد السلبي. الكرة الآن بخطأ لمصلحة المنتخب الإسباني، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية طالت إلى خارج أرضية الملعب. رأسية كانت عن طريق اللاعب الفارو موراتا، طالت إلى خارج أرضية الميدان، ركلة مرمى. 5 دقائق ستضاف على أحداث الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. مشاهدينا الكرام، وتلا وقتين إضافيين، فبحول الله أوناي سيمون كان محاولة للمنتخب الإسباني، ملعوبة داخل منطقة الجزاء. بونو، الله عليك يا بونو، الله عليك يا ياسين بونو. هذه الكرة من داني أولمو مخادعة جدا، لكن ردة فعل تماس المنتخب الإسباني. انتهى الوقت الأصلي، انتهى الوقت بدل الضايع، وانتهى شوط المباراة الثاني بتعادل سلبي ما بين المنتخبين، أو إضافية على شوطين بحول الله. ربع ساعة هنا من خلال إحداث هذا اللقاء بالصوت والصورة إلى الزملاء في المجلس. دي كانت فاول لصالح الإسبان لما أخذها المرابط، لعب زياش إلى أوناحي. هذا الثلاثي كان سوى حركة خطيرة ولكن ما كملت. نعم كابتن يونس علي، استمرار المشاكل في الفريقين من بداية المباراة. المنتخب المغربي عنده مشاكل في التحول، عدم وجود المساندة من لاعبين الوسط، تقريبا 7 أو 8 لاعبين فقط في الأدوار الدفاعية في أوقات بسيطة في المباراة. والمنتخب الإسباني الاستمرار بنفس المشاكل اللي كانت موجودة في الشوط الأول، عدم وجود هجومية. كابتن طلال غرغوري، شوط إضافي أول ينتظر التي سيواجهها المنتخب المغربي الآن هي اللعبة البدنية. أولا المدرب قام بتغيير 5 لاعبين، وهذا مشكل كبير، رغم أن اللاعب زياش واللاعب أوناحي لاعب كبير. حكيمي الذي يلعب المباراة الرابعة ورغم إصابته،
فهذا هو المشكل الوحيد الذي سيواجه يعني المنتخب المغربي في الاشواط الاضافيه. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس اينما كنتم في الاوقات الاضافيه هنا من خلال المباراة السابعة في الدور النهائي ما بين المنتخب المغربي والمنتخب الاسباني. مرور من سفيان مرابط يلعب الكرة لا وجود فيها للتسلل، محاولة تسلل الآن التقدم يأتي وليد شديرة هذه الكرة والمحاولة ويبقى هنالك راية أيضا تسلل موجود على وليد شديرة من خلال هذه الكرة وهذه المحاولة. لعب نادي باري في الدوري بالدي وأنسو فاتي هم من يستطيعون إلى أرضية الميدان في اللحظات القادمة من أحداث هذا اللقاء. داني أول يترك أرضية الملعب وجوردي ألبا يأتي الجماهير كرة محاولة مثالية جدا لمصلحة المنتخب المغربي يصل الجول. الله شديرة الله يا شديرة بالإمكان يا شديرة. إجراء تبديل سادس أعتقد. ننتظر لنتعرف على وضعية رومن سايس وإمكانيته في إكمال أحداث هذا اللقاء. هنا لاعب المنتخب المغربي واللاعب القادم هو سولي يلعبها في الجهة اليسرى. روح يا وليد روح يا وليد روح يا وليد يا الله يا وليد يا الله يا وليد. أو هذا مين؟ هذا وليد شديرة يا الله يا وليد شديرة يا الله. محاولة في الجانب المقابل مرتدة إسبانية الآن خطيرة عن طريق الفارو موراتا. طالت كرة الفارو موراتا وتحولت إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى ركلة مرمى يترك أرضية الملعب ويدخل لاعبي البي اس جي سرابيا. عز الدين أناحي يترك أرضية الملعب. بدر بنون 20 أنسو فاتي 20 سنة في المنتخب. الكرة جواد اليامق التوقيت المناسب في التوقيت إلى أنسو فاتي يبحث عن التسديد. تعود الكرة من جديد داخل المنطقة والرأسية ملعوبة خطيرة. مرت ولله الحمد عن طريق سرابيا. هذه الكرة وهذه المحاولة إلى خارج أرضية الملعب والوقت بالطالع ينتهي والمواجهة تتجه إلى ركلات الترجيح إلى بونو وأوناي سيمون. التسديد هو من ينتصر بنتيجة المباراة. لذلك نتمنى بأن يكون هذا الأمر واقعا في مباراة اليوم. عبد المجيد في مواجهة سيمون. عبد المجيد الله أول الأهداف في هذه المواجهة يأتي عن طريق عبد المجيد صبيري وضع سيمون وتتقدم بالركلة الترجيحية الأولى ليأتي الدور في الجانب المقابل على بابلو سرابيا. هو اللي راح يسدد. بابلو سرابيا الآن هو من سيحاول التعديل من خلال إحداث الترجيحية الأولى لمصلحة المنتخب الإسباني في مواجهة بونو في مواجهة ياسين. ضاعت كرة بابلو سرابيا. بونو راح
جدا لتضيع الركلة الترجيحية الثانية قدام حكيم زياش. المتعة والإبداع زياش فريق العاصمة اللندنية الإنجليزية لندن. حكيم الآن في مواجهة أوناي سيمون. حكيم الله عن طريق زياش يأتي تأكيد التقدم وسجل حكيم الركلة الترجيحية الثانية الرباني والركلة الترجيحية الثانية. المحاولة هنا عن طريق البديل الذي دخل في اللحظات الأخيرة من أحداث اللقاء كارلوس سولير في مواجهة ياسين. في مواجهة يلا يا ياسين، يلا يا زين، يلا يا ياسين. الله 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 الله. ياسين يتصدى. يا الله يا الله يا الله. ياسين يتصدى للركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب المغربي. الركلة الترجيحية الثالثة عن طريق بدر بنون في مواجهة أوناي. بدر بنون الثالثة التأهل. الثالثة يا بدر. الثالثة. لا. بدر بنون الركلة الترجيحية الثالثة ويأتي التصدي من أوناي سيمون. للمحاولة والكرة الماضية. عيدها يا بونو. طلبتك انك تعيدها يا بونو. مستحيل. ياسين بونو يتصدى لركلة بوسكيتس، يتصدى لمحاولة بوسكيتس. الآن كرة للتاريخ. مغرب الحضارات، مغرب التاريخ، مغرب الحضارات الآشورية والحضارة الأموية إلى وضع حجر أساس الدولة القومية. وإلى تاريخ آخر قد يكتب من المدينة التعليمية عن طريق أشرف حكيمي.